اهلا بكم في فلوج جديد من الزمالك. طيب احنا هسه ايه، احنا حاليا رايحين عند المترو نركب لحد صفاء حجازي. ديت المحطة اللي احنا المفروض ننزل منها يعني، فيلا تعالوا معانا. طيب انا حاليا قاعد اتمشى في الزمالك لحد ما نلاقي حاجة تانية نعملها يعني. وده كان حوض سمك في محل في الشارع عادي جدا، بيبيع حيوانات، موجود برضه في الزمالك، اسم المحل سامي. وانا ماشي في الزمالك لقيت ناس بتلعب كاياك في نهر النيل، فدي حاجة لطيفة بصراحة، نفسي اجربها في يوم من الايام، فاكتبوا لي في الكومنتس لو نجربها سوا. احنا عند ساقية الصاوي او الناحية التانية يعني، من ناحية نهر النيل. كان في نفق فيه رسومات كتيرة قوي شكلها حلو قوي، فقلت اصورها لكم. دي ساقية الصاوي اللي هو بيبقى فيها حفلات او كده، بس حاليا هي مقفولة لان انا رايح بدري جدا. الايفنتس اللي فيها مش شغالة دلوقتي، واصلا ممنوع ان انا ادخل بالكاميرا. بس فدي ساقية الصاوي في الصاوي، دي ساقية الصاوي في الزمالك. طيب احنا حاليا واقفين في الزمالك، فالمفروض ان احنا هنروح عند مكان اسمه الكوخ في بيت اسماعيل ياسين، فيلا تعالوا معانا. احنا حاليا في كافيه كوخ، طلبت فطار، فالمفروض ان هو بيعمله يعني دلوقتي، فهوريكوا نظرة عن المكان ولما الفطار يجي. طيب هو كافيه كوخ دوت في عمارة اسماعيل ياسين، اللي هو كان عايش فيها في الزمالك يعني. وهنا كان الفطار نزل، فهاكل الاول وبعد كده اوريكم المكان. اوكي، حاليا احنا معانا رانيا من المكان، فهي تعرفنا شوية عن الكوخ، فيلا بينا. هاي. بص هنا، دي اول روم عندي، دي نون سموكي، دي اسمها دواري العمدة. في هنا قاعدة عربي، هنا سموكي، وعندي هنا الصالة، الجزء ده نون سموكي والجزء ده سموكي. بعد كده بقى الاول كانت معانا رانيا، ثانك يو رانيا، وان شاء الله اشوفكم فيديو كتير بقى لو جيت الزمالك ان تاني. شاء الله. باي. الله يستناك. اوكي، فهناخد نظرة سريعة عن المكان والحاجات اللي موجودة فيه. وهنا كنت بقول تحية العلم غالبا، مش عارف ليه ايدي حاططها كده. الأسعار فوق كانت بتبدأ من 50 جنيه فيما فوق بالنسبة للفطار. فالفطار اللي أنا فطرته دوت كان ب80 جنيه، غير شامل الضريبة طبعا. الأسعار بصراحة غالية سيكا، بس المكان يستاهل يعني، المعاملة كويسة قوي. وفي حاجات كتير تتعمل يعني فوق. صراحة أنا أرشح إن أنتوا تشوفوه أو تزوروه في يوم من الأيام لو جيتوا مصر. ودي كانت تجربتنا في عمارة الكوخ، اللي هي عمارة اسماعيل ياسين، اللي هي موجودة في الزمالك جنب سايت الصاوي. فيلا بينا، خلينا نروح نشوف الزمالك بتقول ايه تاني. طيب احنا حاليا رايحين عند جاليري حيفا. جاليري حيفا دوت زي كافيه وحاجات تذكارية للبيع كده.
فهصوره لكم بتليفوني المرة دي لأن الكاميرا ممنوعة جوه. بس هو يعتبر مكان لطيف ولذيذ جدا، بس برضه مش فاهم ليه الكاميرا ممنوعة جوه، بس ما علينا يعني. جاليري حيفا برضه موجود في الزمالك جنب بنزينة، الشارع اللي جنب البنزينة يعني. يعني برضه عند جاليري حيفا ليهم اعتزاز بفلسطين قوي، يعني هنلاقي كل حاجة في المكان بتوصف فلسطين، سواء خريطة أو مكان أو أشخاص. فتعالوا شوفوه. احنا رايحين نقعد عند النيل، بس هي كفيو جامد بجد. لايك بتقعد كده وتبص للمنظر وتستجم بقى، اللي هو ايه، تنسى كل الهموم اللي هي كانت في حياتك، تستمتع بالمنظر. يعني لما اروح اشوفه بجد المنظر جامد بطريقة خيال يعني. ده كان قصر عائشة فهمي على ما اعتقد، بس القصر مقفول حاليا، اعتقد ان هو يفتح بكرة يعني. بس فاحنا مكملين عند نهر النيل يعني. اوكي، احنا حاليا قدام فندق الماريوت عند الزمالك تحديدا، في الحتة اللي كلها لايك حمام وكده. الحمام بجد شكله تحفة. بس فالمكان هنا زي ما قلت جميل ويستحق بجد ان انت تشوفه او تزوره في يوم من الايام يعني. فتعالوا الزمالك. من الحاجات المميزة في الزمالك برضو العمارات. العمارات فيها بجد حاجة تبص لها ترتاح نفسيا كده. دايما العمارات في الزمالك بيكون فيها زي بانر لونه جولد بيقولك مين اللي عاش هنا، عاش في فترة ايه ومات امتى. زي مثلا بانر اسماعيل ياسين اللي احنا كنا فيه من شوية، وبانر ام كلثوم برضو من البنرات اللي موجودة في الزمالك، برضو من العماير اللي شكلها حلو في الزمالك. واصلا الزمالك كلها شكلها حلوة بصراحة يعني، كلها شكلها كيوت ولطيفة وبجد مكان تروح سواء انت مع حد او لوحدك يعني. وده كان فلوج النهاردة، فلوج خفيف بسيط جميل كده، يوريك قد ايه الزمالك حلوة والزمالك احلى واحلى بالليل. بس ده كان فيديو النهاردة، ما تنساش تعمل لايك وشير بين اصحابك. بس كده كان معاكم زين، سلام.